أخويا بيقولي انتي هتتجوزي تاني ليه؟ هو أنا مقصر معاكي في حاجة؟ واللي بيعمله معايا يوميا حاجة محدش هيصدقها. دايما بيقنعني إني متجوز، وكمان بيقولي أنا هعيشك أجمل أيام. انتي عايزة تتجوزي زي الجوازة الأولى وكل يوم والتاني يضربك ويهين فيكي؟ انتي هنا عايشة ملكة ومش مخليكي محتاجة لحاجة خالص. لكن اللي كان بيعمله حاجة ما ترضيش ربنا خالص. بتحكي صاحبة القصة وبتقول جربت الجواز مرة واحدة، ومن بعد الجوازة الأولى دي وأنا كرهت الجواز وكرهت إني أتجوز أصلا. جوزي كان شخصيته عصبية شوية، كان بيرجع من الشغل يزعق ويتخانق معايا، والحاجة اللي يقول عليها لازم تتنفذ. ما كنتش عارفة هو بيعمل كده ليه. حاولت إني أغير طبعه وكمان أهديه بشوية رومانسية أو حتى أتكلم معاه بهدوء، لكن للأسف ما كانش بيتكلم معايا بنفس الطريقة، وكان بيشوف طريقتي دي إني باردة أوي، وبيقولي انتي بتتكلمي كده ليه، وعلى طول يتعصب ويتخانق معايا. حتى لما بنكون مع بعض كنت بحس إن هو حاجة تانية وعايز كل حاجة بسرعة بسرعة وخلاص. وفعلا المواضيع ما بينا ما كانتش بتزيد أكتر من 10 دقايق بالكتير، وكان بيتخانق معايا بعد كده ويسيبني وينزل ويسهر مع أصحابه، وما كنتش عارفة أراضيه إزاي. حاولت بكل الطرق إني أحاول أغير طبعه ده وكمان أخليه أهدأ من كده، لكن عشت معاه 4 سنين والموضوع كان بيزيد معاه لدرجة إنه هو كان بيمد إيده عليا، وكمان علشان أكمل حياتي وأعيش حياة مستقرة كنت بحاول أسكت ومحكيش لأهلي عن أي حاجة، وخصوصا إني ما صدقت إن والدتي وأخويا جوزوني، لإن والدي كان متوفي وإحنا كنا بنتين على ولد. أخويا جوز أختي الكبيرة وأنا كنت الصغيرة وما صدقت إني اتجوزت، وبعد ما شفت تعبهم ومعاناتهم على ما جهزوني وجوزوني أنا وأختي، كان لازم أستحمل وأعيش وما اتطلقش بسهولة كده. لكن عانيت مع جوزي كتير وما كنتش عارفة أعمل إيه. حتى الحاجة اللي كانت بتجمعنا وتخلينا مبسوطين مع بعض ما كانش بيقضي فيها وقت أصلا، وعايز كل حاجة تكون بسرعة، وما كانش بيكون فيه ولا حتى فيه كلمة حلوة كنت ولا حاسة معاه بأي حاجة أصلا. بالرغم إنه ده ما كانش طبيعي، بالعكس أنا كنت بحب الرومانسية، بحب أدي لكل حاجة حقها، ووقتها كمان كنت بعمل حاجات كتير، ومرة واحدة ألاقيه بيتخانق معايا ويقولي ما تنجزي بقى، إحنا هنفضل طول الوقت في الحاجات دي. وبالرغم إنه أي حد غيره يتمنى إنه أنا أكون كده، ويتمنى الست اللي تكون معاه تكون بالشكل ده، لكن جوزي كنت بحس إنه هو مختلف تماما عن كل الناس، علشان كده مقدرتش أكمل معاه حياتي، وحمدت ربنا إنه أنا ما كنتش خلفت منه. وفي الوقت ده بقيت أزعل وأروح بيت أهلي، وطبعا علشان أخويا الكبير كان في مقام والدي كنت بحكيله عن كل حاجة، حتى كنت بحكيله على أدق التفاصيل، وبدأ يقولي خلاص سيبك منه، وإن كان على العزال والجواز ربنا اللي قدرني إني أجوزك أول مرة، وطبعا أكيد عزالك وكل حاجة هتاخديها. وفعلا بدأ أخويا يشجعني إني أتطلق منه ويقولي هو حد عارف يتجوز اليومين دول؟ ده اللي معاه واحدة يشيلها في عينيه. أديكي شايفاني بقالي كام سنة بحاول أجهز في نفسي
من بعد ما انتِ اتجوزتِ لحد ما عديتِ ال34 سنة ومش عارف أتجوز، وفعلًا أخويا أقنعني إني أتطلق من جوزي، وتقول لي أنا ياما استحملت من أبوكِ إهانة واستحملت حاجات كتير، والواحدة ياما بتشوف لحد ما تخلف لها عيل والّا 2 وبعد كده حياتها تبقى مستقرة. لازم تستحملي جوزِك وكمان تعملي اللي يرضيه، لكن أخويا كان ليه رأي تاني، قال لي: "ما تغصبيش نفسِك على العيشة أنتِ مش عايزاها، وإن كان على مصاريف أو أي حاجة أنا مش هاقصّر معاكِ خالص." وفعلًا أخويا شجعني إني أنفصل عن جوزي، وبقيت مبسوطة أوي إنه أخويا وقف جنبي، لكن ما كنتش متخيلة إنه هييجي يوم ويفكر في كل ده. أو يكون أصلًا عايزني أتطلّق من جوزي علشان كل اللي هو عايزه ده، وفعلًا بعد ما خلّصنا إجراءات ورفعت قضية وانفصلت عن جوزي، أخويا كان طول الوقت كويس معايا، وكل يوم بنسهر مع بعض باستعداد، ويجيب لي كل حاجة باتمناها ونفسي فيها، وكل أما كنت باتكلم معاه وأقول له هتخطب إمتى؟ وشد حيلك بقى علشان تخلّص الشقة بتاعتك، يقول لي ولا خطوبة ولا كلام فاضي، ما أنتِ اتجوزتِ أهو، خدتِ إيه من الجواز غير تعب القلب، وإيه اللي يخلّيني أتجوز واحدة تانية غريبة وأجيبها وأصرف عليها، ما أختي معايا هي أولى بأي حاجة أنا باصرفها على أي واحدة تانية، ما كنتش فاهمة كلامه، لكن مع الوقت من تصرفاته وكمان عمايله بدأت أفهم هو عايز إيه، وخصوصًا إنه كل يوم لما كنا بنسهر مع بعض بالساعات بالاقي حاجات كتير ظهرت وباينة، وكمان طريقة كلامه اتغيرت خالص، ودايمًا بيدخل معايا في أدق التفاصيل، ويسألني عن حاجات كتير في حياتي ما كانش ينفع إنه أنا أحكي له عليها، لكن لما كنت أحط وشي في الأرض وأتكسف كان بيقول لي أنا أخوكِ، يا هبلة أنتِ مكسوفة مني، الحاجة اللي المفروض تخافي تحكيها لأي حد تاني تحكيها لأخوكِ أو لأختِك، لإنه إحنا أكتر ناس هتخاف عليكِ وتكون ستر وغطا عليكِ، وفعلًا دي كانت أكبر غلطة أنا عملتها. لما بدأت أشيل الحدود اللي بيني وبين أخويا ونتجاوز في حاجات كتيرة، حتى الأول كان قبل ما يدخل أوضتي يخبط الأول ويستأذني، الموضوع بقى عادي جدًا وفي أي وقت يدخل أوضتي من غير حتى ما يستأذن، وطبعًا الحاجات دي كانت مضايقاني في الأول، لكن خلاص بعد ما عِشت معاهم في البيت والموضوع ده اتكرر منه كتير اتأقلمت على طبعه ده، وكمان كنت باقول ده أخويا وكل أما آجي أتكلم معاه في موضوع يقول لي: "هو أنتِ هتتكسفي مني والّا إيه؟" لحد في مرة والتانية بدأت ألاحظ إنه هو بيبص لي بطريقة مش كويسة، وبدأ كمان يحصل منه تجاوزات كتير. بدأت أصُدّه في الكلام، لحد ما لقيته بيقول لي: "أنتِ لسه عايزة تعيدي نفس التجربة تاني وتروحي تتجوزي، عايزة تعيشي مع شخص يضربِك ويهينِك ويتخانق معاكِ زي جوزِك الأولاني، اللي أنا أصلًا ما صدّقتِ خلصتِ منه وخلّيتِك اتطلّقتِ منه." قُلت له: "هو أنا هاكمّل حياتي كده؟" لقيته بيقول لي: "نكمّلها مع بعض." أنا كمان شِلت فكرة الخطوبة والجواز دي من دماغي، وكمان والدتِك ما تعرفش أي حاجة عنّنا خالص، وعمرها ما هتشُك في حاجة زي دي، وكل اللي بتتمنّيه أنا هاعمله. وكمان من الحاجات اللي أنتِ حكيتيها لي عرفت أنتِ بتحبّي إيه. وهتلاقي أسعد الحاجات معايا، وبدأ يقنعني إنه يحصل بينا حاجات كتير، في الأول كنت رافضة وكل أما يتكلم معايا في الموضوع
كنت باتخانق معاه، لكن بدأ يتجاوز في حاجات كتير، وكمان بدأت أميل لكلامه، وخصوصًا بعد انفصالي من جوزي بأكتر من 7 شهور، لحد ما في يوم والدتي كانت عند أختي، وفي اليوم ده هي اتأخرت هناك، وطبعًا أخويا علشان خايف عليها أو علشان يرتب الجو ويعمل كل اللي هو عايزه، لقيته بيرن على والدتي وبيتخانق معاها ويقول لها أنتِ اتأخرتِ كده ليه؟ خلاص باتي عندها بقى وما تجيش إلا بكرة، وفعلًا والدتي ما صدقت وكانت فاكرة إنه أخويا خايف عليها، لكن أخويا كان بيخطط لحاجة تانية خالص. عايز والدتي ما ترجعش البيت علشان يعمل كل اللي كان بيتمناه واللي نفسه فيه، وفضل يوميها يقنعني إنه يحصل كل حاجة، ومش عارفة أنا إزاي وافقته على حاجة زي دي، وحصل بيني وبينه كل حاجة في اليوم ده، ومن بعدها بدأت أتخانق معاه وأقول له ما ينفعش اللي حصل، لكن طول الوقت بيقنعني إنه إحنا مش بنعمل حاجة غلط، والموضوع ده ما حدش هيعرفه، وإنه أنا وهو ستر وغطا على بعض، لكن طبعًا أنا عارفة إنه اللي بيحصل ده غلط وكمان حرام، وكل أما أتخانق معاه وأقول له إنه هاحكي لأمي على كل اللي بيحصل بينا، يقول لي روحي واحكي لها وشوفي هي هتعمل فيكِ إيه، وأنا خلاص تعبت من اللي أخويا بيطلبه مني كل يوم والتاني، وكل أما أتخانق معاه يقول لي إن هو هيحكي لها إنه أنا اللي طلبت منه يعمل كده، أنا بجد مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي في مشكلتي.